السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكالعادة قبل التعديل فولوماك ضارب، الفولوماك ضارب والحمد لله. يا سلام، الحمد لله. عندنا مشكلة، ايه هي؟ بتاع البلاط عامل مشكلة مع السباك. مين راكب وش البلاعة؟ ماشي، يقول لك بتاع البلاط، يقول لك لا السباك اللي ركبها. ماشي، السباك اللي ركبها، بس سعادتك مسؤوليتك انك انت تقطعها، مش مسؤولية السباك ان يقعد ويعلم بالفلوماستر بعد ساعتك ما تخلص ويقطع بالصاروخ ويبهدل الدنيا تاني بعد ما انت نضفت. فالمعروف ان حضرتك بتقطع البلاطة تمام على قد وش البلاعة بالظبط، وتسقطها بس تبقى سايبة. تشحطها لي في البلاط واجي اشيلها جاي مشردم البلاط، لا تشحطها في البلاطة يبقى في عندي 2 مللي من كل اتجاه. دي مسؤولية بتاع البلاط، غير كده كلام مش مظبوط، يتحاسب العميل عليها شغل زيادة، قطعية البلاطة. تمام، بالنسبة لبتاع البلاط. وبتاع البلاط يوصل لي البلاعة ماشي مع الوش، مش هلاقي الوش في اتجاه والبلاعة في اتجاه تاني. فاهم ازاي؟ وش في اتجاه والبلاعة في اتجاه تاني، دي مسؤولية بتاع البلاط. بتوع الرخام تقاعسوا إلا من رحم الله، نمرة 1. نمرة 2 إلا من رحم الله. نمرة 3 إلا من رحم الله. شوف، رحنا عند عميل بتاع الرخام، عامل عنده إيه؟ اللي هو عمل عنده، مش بتوع، بقولش بتوع الرخام، ما بقولش بتوع الرخام، بقول بتاع الرخام. اللي راح عند الراجل عمل له رخامة مش دبل. أدي أول نصباية، اتكسرت الرخامة من الراجل وغالية جالاكسي، ليه ما عملتهاش دبل يا معلم؟ نصباية. نمرة 2، عندهم لبانة بقهم، دول بقى كلهم، دي بقى كلكم بقى، دي كلكم بتوع الرخام، لبانة بقهم. الحوض ده ما يتفرزلوش، الحوض ده حتى لو جبت ربع ملي، لو جبته زي الموس بتاع الحلاقة، الحوض ده ما بيتفرزلوش. لا يا حبيبي، الحوض ده لو سنتي 2 سنتي يتفرز له. ازاي 2 سنتي يتفرز له؟ هتحطه يا ريس على التخانة من تحت، اوعى تلف وتدور عليا، ده انا معاكم في الرخام وعارف كل حاجة. تمام، الحوض لو تاخده سنتي هتاخد سنتي من 2 سنتي وهتفرز له. فما يضحكش عليك بتاع الرخام يا عميل او يا سباك ويقول لك الحوض ده ما بيتفرزلوش. قول له لا، قبل ما تركب الرخام عندي وقبل ما تتفق معايا على الرخام هتفرز الحوض، ولا اجيب واحد تاني غيرك هيفرزه زي الصاروخ. لكن لو قلت له خد الحوض ركبه، يقول لك لا لا لا، ده السباك بيلزقه بسيليكون ويخلع منك. ليه؟ عشان ما يفرزش الحوض. وتبقى ايه النتيجه؟ ايه النتيجه؟ اقع انا فيها. وبتاع البلاط ما يعملش وش البلاعه، ايه النتيجه؟ اقع انا فيها. انا مين؟ اللي هو السباكين، اللي هو السباكين يعني. وشفتوني بنفسكم قاعد على الارض عمال اقطع في البلاط عشان اركب ايه؟ وش البلاعه مطرح المبلط الفاشل. المبلط، بقول المبلط، ما قلتش المبلطين. المبلط الفاشل اللي عامل لي حته بتاع قد كده، وش البلاعه في ناحيه وفتحه الوش في ناحيه. المبلط الفاشل الواحد بس اللي عمل الشغل، بس واحد، ها، واحد مش كلكم. بتاع الرخام اللي عامل يا دوب ايه؟ تهويشه بالصاروخ عشان يجري، عشان يقفش ويجري، وحاطط كيلو سيليكون وكيلو زباله ولازق بيها الحوض. مش عارف هو ولا السباك، ما اعرفش، ما علينا. تلزق المرايات بتاع الرخام، بتوع الرخام بقى كلكم بتلزقوا المرايات كلكم بايه؟ بالكله. غلط. بطاطا وجيب ميه، غلط. كل الاحواض اللي فكيتها كلها بلا استثناء معموله بالكله وفاشله. ليه؟ عشان الرخامه تقيله بتهز، تقوم تفصل وتجيب ميه ورا وتبوظ خشب العميل وتبوظ دولاب العميل وتبوظ مطبخ العميل ويعيش في جحيم، واجي انا بعدوك اشيل كل ده واعيد من جديد. ما يضحكش عليك بتاع الرخام ويقول لك الحوض ده مش بيتفرز له. لا، قول له انت كسلان اجيب واحد غيرك. اتفق معاه قبل ما تدفع له ولا جنيه واحد، تمام؟ عشان لو دفعت له جنيه مش هيعمل لك اللي انت عايزه، لكن قبل ما تدفع وتشترط عليه وتفهمه وتعرفه هيعمل لك اللي انت عايزه، ويعمل لك محبس ميه. يبقى عندك ايه؟ تخانه للرخامه 4 سم كده، وفي الوش في محبس ميه 5 سم، يبقى دعم للرخامه. انما اللي بيحصل ده تهريج من بتوع الرخام المهملين. اما المحترمين معروفين، امثال الحاج عبده الكيلاني وامثاله وولاده المحترمين. اما الناس التانيين الوحشين ده بنتكلم عنهم، اللي عايزين يقفشوا ويجروا. تمام؟ فيا ريت محدش يقول لي ما تتدخلش عشان انتوا تقاعستوا. انت تقاعست، فانت عشان تقاعست عن شغلك اداء مهمتك، انا دخلت اديت مهمتك. عشان انت تقاعست
لو انت ما تقاعستش كنت ايه، عملت شغل مظبوط. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واللي عايز يتعلم الرخام يروح يتعلم عند ورشة أستاذ عبده الكيلاني، اكبر راجل في الدنيا اعرفه، راجل محترم درجه اولى ورجالته 10 على 10. مش بعيب في بقيه الرجاله، مش بعيب في بقيه الرجال، بس بقول عن نفسي اللي عايز يتعلم يطلع على مدرسه عبده الكيلاني. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي انا اتعلمت فيها الرخام، اللي انا اتعلمت فيها الرخام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.